ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ حاسين جدا من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. ان شاء الله مش متاخر عنكم الفتره ديت خالص. انا بص طلعت تلات ارباع حاجتي، يعني في ربع باقي في الادراج. الحقيقه مش هقدر اطلعه. اوكي. هيبقى كتير خالص يعني وملوش لازمه. انا كنت بس عايزه اوريكم حاجتي عند السرير بتاعي. تمام، انا هقعد كده على السرير بس انا هوريكم حاجتي كده على السرير. انا عندي استيكرات كتير. عندي اول حاجه الوش تيب. دي كميه الوش تيب بس مش كلها، مش دي كميه الوش تيب كلها على فكره. وفي وش تيب تاني اهو، ده الصغير. اوكي. هوريكم اللي هو الطبق اللي بعيد ده. الطبق ده يا بنات فيه حاجات كتيره جدا جايه من مكتبه المنار وانا اللي كنت جايباها وكده. ده بقيه الوش تيب اللي هو الكبير، وفي باقي تاني في التربو بتاعي. تمام. في بقى زي ما انتم شايفين كده، ستيك نوتس كتير وفواصل كتير، وتدو كتير برضو. فانا هحاول اظبط الدنيا بيهم اكتر. تمام. في عندي حاجات كتيره قوي عايزه ابدا ان انا استخدمها، عايزه استخدمها. عندي استيكرات عاديه زي ما انتم شايفين كده، زي كده. عندي اللي هي ديت الفواصل دي حلوه جدا برضو بحبها. وعندي الاستيكرات دي في تاني حيات. اهو، اهو، في دوت. تمام، في حاجات كتير ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعايزه ابدا استخدمها صح يعني. في عندي الشنطه دي مليانه. الشنطه دي حاجات يعني فيها معظم الحاجات من قسم المنار. انا عندي استيكرات كتيره قوي زي ما انتم شايفين كده، استيكرات انواع كتيره جدا يعني. تمام. عايزه برضو ابدا ان انا استخدم صح. عندي الفواصل دي، الفواصل دي انا كنت مستخدمها في البلانر دوت اهي، حلوه جدا عمليه فوق ما تتخيلوا. وعندي دي. وعندي طبعا في الاستيكر البوكلت ستيكرز دوت. تمام، بحبه جدا ده برضو. بلانرات بقى والحاجات ديت اهوت. ده بلانر اللي هو العادي بتاعي، كنت جايبه من جروب جوجا. ودوت بلانر من ياسين، كنت جايباه كانت جايلي مكتبه المنار. سوري. ودوت كنت شارياه من شيماء. والاتنين دول انا عاملاهم. اوكي، واحد عملته معاكم وواحد انا عملته بعد كده. وفي واحد تاني جايلي من مخطوطه. طبعا العشق كله الحاجات دي يا جماعه، الحاجات دي كلها بصراحه انا بموت فيها. في بعض البلانرات الصغيره التانية هقوم اجيبها عشان هحتاجها دلوقتي معاكم. قمت جبت الاتنين دول. دوت تقريبا كنت جايبها من جروب برضو شيماء. حلوه جدا، عامله زي ما انتم شايفين كده. وبتطلع على فكره اوريها لكم، بتطلع كده. تمام، من ورا اهي تطلع بالشكل دوت. لسه مش عارفه كل الحاجات دي هستخدمها. عندي طبعا التشالنج اللي انا خايفه السنه تخلص من غير ما استخدمها صح، او ممكن انا اشيلها في اعاده الاستخدام بتاعه السنه اللي بعدها باذن الله، إذا ربنا طبعا اداني عمر. طبعا الفيديو ده هيكون على اجزاء يا جماعه عشان الناس اللي هتزهق مني. بصوا بقى، انا دلوقتي عايزه استخدم كل حاجه بحاجتها. طب ازاي؟ يعني انا مثلا عندي دي اسبوعيه. اوكي. ودي التودو ليست بتاعتها. طبعا التودو ليست بتاعتها هي صغيره انا عارفه، وكمان التقفيل بتاعها مش حلو قوي، بس انا عايزاهم مع بعض. الكوستر بتاعهم انا مطلعوه اوريدي، يعني هو الكوستر بتاع البلانر ديت انا مطلعاه معايا. تمام. فانا مثلا هبدا ان انا اجمع الدنيا مع بعضها، يعني ده مع ده. تمام. احطه كده. ماشي. اللي هي البلانرات اللي هي شبه كده، اللي هي مثلا مخطوطه بلانر اللي هو الحر، والبلانر دوت حر. هحطهم برده مع بعض بالشكل دوت. الترافل بلانر اللي انا عاملاهم معاكم الاثنين، انا كنت عامله دوت معاكم. وعملت دوت لوحدي او عملت العكس، والله ما فاكره، مش فاكره انا عملت ايه بالظبط. تقريبا ده اللي انا عملته معاكم، ده انا عملته لوحدي بعد كده. تمام. فانا برضو هحطهم مع بعض بالشكل ده. دوت مثلا ده بوك كده مليان استيكرات. فانا هجمع الاستيكرات كلها مع بعضها بحيث ان انا تبقى دماغي متظبطه وعارفه اللي قدامي دوت ايه. تمام. الحاجات برضو اللي هي البلانر اللي هو الحر اللي زي كده مثلا دوت وده مع بعض، هحطهم برضو كده جنب بعض. تمام. والصغيرين دول مع بعض والتشالنج دي مع بعض. اوكي. طب انا كده عملت ايه؟ او انا كده الفايده عندي هتبقى ايه؟ انا كده انا جمعت الحاجات اللي قدامي. كل اللي انا هكون محتاجاه كل اللي انا هكون محتاجاه دلوقتي ان هبدا اجمع في ورقه الحاجات اللي موجوده عندي والاستخدامات اللي انا عايزاها. طبعا انا عندي حاجات كتير زي ما انتم شايفين، بس مش معنى ان انا عندي حاجات كتير فانا هستخدمها كلها او هستخدم اي حاجه وخلاص. لا، انا المفروض اكون عمليه في الاستخدام بتاعي. المفروض وقت ما انا استخدم حاجه زي كده ابقى انا عارفه انا هستخدمها في ايه، ابقى عارفه ان انا هستفاد منها وانها هتشتغل معايا. ما اجيبش حاجه او استخدم حاجه وهي مش شغاله معايا، عشان ده مشكله كبيره جدا يا جماعه. ان انت حاجتك ما تكونش شغاله معاكي، بالذات البلانر بتاعك ما يكونش شغال معاكي. فدي حاجه صعبه جدا.
تمام. هبدا اكتب الحاجات اللي انا عايزاها في حياتي واللي انا عايزه اعيد ترتيبها تاني. وهبدا ان انا اقسم الدنيا مع بعضها هتبقى عامله ازاي. انا هنا كده قعدت اكتب ايه الحاجات اللي انا محتاجه اعملها. لقيت الحاجات اللي انا محتاجه اعملها اللي انتوا شايفينها دي. عايزه تنظيم حياتي العمليه، العلميه، سوري، حياتي الشخصيه، حياتي في البيت، حياتي على الميديا والسوشيال ميديا وان انا بقيت مشهور مشهور قوي، تطوير ذاتي، تنظيم مواعيدي، تنظيم مهاراتي. الحاجات دي كلها انا محتاجاها، بس مش معنى ان انا محتاجه كل الحاجات دي فانا هعمل لكل واحد فيهم بلانر او هستخدم لكل واحد فيهم بلانر. لا، استحاله، ومش هعرف اعمل كده. فلازم انت اول حاجه تبداي تعملي الخطوه اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم، ان انت تشوفي حياتك محتاجه ايه وان انت فعلا محتاجه ايه. تمام. انا مثلا حابه ان انا اخلي البلانر دوت يبقى لحياتي العلميه. ازاي؟ ان انا هكتب فيه اهدافي العلميه، الدروس بتاعتي. هشوف انا محتاجه محتاجه اذاكر ايه، هدفي من مذاكره الماده الفلانيه دي ايه، وابدا اظبط كل دوت في ده. طب انا ليه اخترت الترافل بلانر؟ لاني سهل ان انا احط واشيل منه زي ما انا عايزه. تمام. مش مقيدني، وكمان حجم الورق مش هيخليني كل شويه اقطع ورق على مقاسه وكل الكلام ده، لاني الحجم اللي انا عملته دوت للاسف طلع ان انا لازم اللي يكون ليه نوع ورق خاص ومقاس خاص غير ده. لكن الورق اللي انا حطوه في ده اوريدي موجود عندي، واوريدي ممكن اعمل فيه اللي انا عايزاه. فده كده ممكن اشيله وممكن اعمله لذكرياتي، يعني موقف حلو حصل معايا ممكن ابدا ان انا اكتب فيه، فبالتالي مش هستخدمه كتير، وبالتالي لما اجي احط له ورق مش هبقى مضطره دايما ان انا احط له الورق اللي انا عايزاه اكتب فيه. طبعا انا هوريه لكم كده شكله من جوه، حجم الورق عامل ازاي. لازم اقص الورق ده مقصوص على فكره من الطول عشان اعرف اكتب فيه وان انا ادخله يعني. فانا كده هكتب كل حاجه عليها ايه. دلوقتي انا زي ما قلت لكم هكتب في كل حاجه الحاجه بتاعتها. يعني انا هخصص ده مثلا ان انا هخليه للذكريات بتاعتي، هخصص دوت للدراسه بتاعتي، ابقى مهتميه بالدكاتره هنا، كاتبه اسماء الدكاتره، لو قدرت احصل على ارقام تليفوناتهم هكتبها هنا. الدروس بتاعتي او المواد بتاعتي فيها دروس معينة انا ذاكرتها هبتدي اكتبها عشان كل ده هيفيدني وقت الامتحان، وهبقى اعمل لكم فيديو عن الامتحان الفترة الجاية باذن الله. تمام. فانا كده خلاص اوريدي هستخدم الاتنين دول. بس في حاجه يا جماعه، الذكريات مثلا دوت مش هفضل مخلياه قدام عيني على طول، يعني دوت من ضمن الحاجات اللي هتتشال، يعني ده في الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله تعرفوه. بعد كده مثلا التشالنج ديت ده تحدي وحاجات كتير حلوة فيه، بس انا مش هستخدمها دلوقتي، مش وقتها خالص معايا، معرفش اشتريتها ليه بس هي بقت مش وقتها. فده هستبعدها خالص من القائمة بتاعتي وهبدأ ان انا اشيلها تماما. تمام كده. بالنسبة ليومي وبالنسبة للتودو ليست بتاعتي، في فرق كبير من وجهة نظري انا العملية او الحياة اللي انا عايشاها، ان في فرق كبير ما بين التودو ليست بتاعه الاهداف الاسبوعية وتودو ليست اللي هي يوميا. عايزه افهمكم اكتر. انا مثلا تودو ليست الاسبوعيه بيبقى عندي اهداف اسبوعيه ببدا اقسمها على كل يوم حاجه في الاهداف دي، وفي تو دو ليست اللي هي العاديه اللي انا مثلا هصحى هعمل روتيني صباحي روتيني مسائي في الليل، هبدا اشوف بيتي محتاج ايه، مذاكرتي محتاج ايه، جامعتي، اخواتي، ماما، بابا، الحاجات دي كلها هبدا اشوف الحاجات دي كلها في تو دو ليست اللي هي العاديه. فعشان كده انا طلعت ديت تبقى دي التو دو ليست بتاعتي الاسبوعيه، هبقى انا كاتبه فيها حاجات كده اسبوعيه. وبالمناسبه انا هعمل لكم فيديو عن الاسبوعيه مختلف خالص عن اي يوتيوبرز عملوا حاجات عن التنظيم الوقت. فده كده خلاص بقت الاسبوعي، وده التو ليست بتاعتي اليوميه. انا كاتبه فيها شويه حاجات وضايفه ليها حاجات كتيره بس عشان انا ببص فيها دايما، يعني مثلا انا عامله حاجات هنا كتيره ليا، للبيت، للعبادات، لكل الحاجات دي، بس انا عاملاها كده اوكي. فانا كده خلاص عرفت استخدامات مثلا دول ايه.
فلما اجي امسك القلم بتاعي والورقة، هتبقى مثلا حياتي العملية خلاص تمام. انا زودت حاجة كمان من عندي اللي هي الذكريات. تمام، هبدأ اكتبها برضو. مش مهم الذكريات ايه. يلا عادي. هي كده كده مش باينة خالص، فانا مش هعرف اكتبها يعني. اوكي، سيبوها دلوقتي مش باينة، مش عارفة ليه الكاميرا مالها. المهم هبدأ ان انا اشوف الحاجة بتاعتي ايه. ممكن ازود حاجات تو ليست ديت مثلا بتاعت السوشيال ميديا او حياتي على السوشيال ميديا، هنقلها لتو ليست الاسبوعية. مش هنقلها، الحاجات دي كلها هتبقى مع الوقت ومع الاستمرارية والاستخدام. يا رب ما كنتش طولت عليكم وتكونوا زهقتوا مني. استنوا الفيديو اللي بعد كده، هيكون نفس القعدة دي، وهكمل لكم في فيديو جديد عشان ما يكونش طويل عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.